قد كده كنت شاطر وانت صغير. امال لما كبرت يعني؟ هو انت يا مدحت ناوي تقعد هنا ولا هتسافر تاني؟ لا يا ستي، عقبال امالتك اجر مكتب في شارع قصر النيل دافع فيه 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ ده انت لازم هتشتغل في حاجة كبيرة قوي. والله انا عملت بره علاقات كويسه، واشتغلت مع شركه كبيره قوي لها فروع في معظم انحاء العالم. بتشتغل في ايه الشركه دي يا مدحت؟ في المساكن الجاهزه. المساكن الجاهزه؟ ايوه يا فندم، في المساكن الجاهزه. بالمناسبه حسين قال لي انك في فنون، قسم ايه؟ ديكور. هايل، يعني هتقفي جنبي. اسمعني، تقدري تعملي لي ديكورات مكتبي؟ امال يا استاذ، دي مهندسة ديكور درجة اولى. النجاح يعني فلوس. اتفضل. انت هتعمل زي زينب؟ ايه اللي حصل لكم؟ ما بقاش على لسانكم غير الكلمة دي. هي دي لغه العصر. اسمع بقى، سيبك من الفلسفه الفارغه دي واسمع انا هقول لك ايه. لا، انا مش موافق، انا ما بفهمش في الحاجات دي. يا سيدي هفهمك على كل حاجه، دي كلها عمليه بسيطه. كل اللي انا محتاجه واحد اثق فيه وبس، ومش هلاقي احسن منك. ما تفكر كويس يا حسين. افكر في ايه بس؟ انا راجل مدرس ما بفهمش غير في التدريس. يا اخي وايه اللي خدناه من التدريس؟ اسمع، انت بتاخد كام في الشهر؟ 100 جنيه؟ يا ريت، دول كلهم 58 جنيه عمر. هديلك فوقهم 200 جنيه. يا جماعه حاولوا تفهموا وجهه نظر حسين. وحياتك يا ميرفت اسكت انت، ما تتدخليش خالص. لو سمحتوا يا جماعة قفلوا على الموضوع ده. لا مش هقفله. بصراحه بقى يا حسين، انا من ساعه ما قابلتك وانت حالك مش عاجبني، غرقان جوه نفسك وبس، ومش حاسس باي حاجه من اللي بتجرى حواليك. الدنيا كلها اتغيرت وانت زي ما انت. يا حسين، انت دلوقتي مش صغير، انت بقيت راجل مسؤول، صاحب بيت وعندك التزامات. ثم انت لازم تفكر في بكره يا حسين. الوقت بيسرقنا، والفرصه ما بتجيش غير مره واحده بس. اسالني انا، صدقني انا بفكر في مصلحتك زي مراتك تمام. احنا عاوزينك تتغير وتبتدي تبني نفسك، وتسيبك من المثاليات الخايبه اللي ما عادتش تسوي اي حاجه في الزمان ده. شوف يا جماعة، الكلام اللي بتقولوه ده انا فاهمه كويس، فاهمه كويس قوي. ده تعبير عن وجهة نظر كترت قوي للأسف في الزمن ده. بس مش كده، ولا هيبقى كده، لأن مش مستعد عشان أكسب فلوس أخسر نفسي. حبيبي زيك كده يا ساحس، لما على واحدة عندها كام عمارة فضل يزن على ودانا لحد ما اتجوزها. سبحان الله يا أخي، أنفاس. كان جربان وحياتك يا ساحس. تعال شوف دلوقتي يا أخويا عقبة مالتك، عمارات إيه وفلوس إيه وقباية إيه وآيس كريم إيه. هي دي الشطارة. أستاذ نافع، مش عاجباك حكاية العمارات دي؟ بلاش يا سيدي. وإذا كانت حكاية التعليم دي معلقة في مخك قوي، خلاص نشوف لك واحدة عندها حضانة أو مدرسة خاصة، وتبقوا ولاد كار واحد وتكركروا. أستاذ نافع، أنا مش هطلق. تصور أنا لما قالوا لي الكلام ده ما صدقتش. لا صدق. إيه يعني؟ بتحبها؟ ولا أنت من أنصار المثل اللي بيقول خدوهم فقراء واشحتوا سوا؟ أستاذ نافع، من غير لف، أنا مش هطلق ومش هرجعها البيت تاني. غريبة. يعني إيه؟ ناوي تسيبها كده زي العربية اللي عليها قرار جمركي؟ والله دي حاجة تخصني أنا. طب وإذا كانت بتحب واحد غيرك وغني، تقف في سكتها ليه يا أخي؟ حرام عليك. يا أخي حرمت عليها عشتها، دي إنسانة خاينة، وأنا هعرف إزاي أربيها. طب نتفاهم بالعقل، ده أنا بقول عليك راجل طيب ومخك كبير. إذا ما كنتش قادر تعيشها زي ما هي عايزة، طلقها يا أخي. والله أنا ما كذبتش عليها من قبل ما نتجوز، وهي عارفة ظروفي كويس. أيوة، بس الظروف بتتغير وبني آدمين كمان بيتغيروا. أنا مثلا لو عايش بمرتبي بس كنت طلقت من زمان، لكن الفهلوة والتهليب
هم اللي معيشيننا لحد دلوقتي انا واولادي. استاذ نافع، انت لص وحقير ومرتشي. الله الله الله، شيوعي بقى حضرتك، من الناس الهدامين اللي مبوظين عقول العيال في المدارس. اخرس. اسمع من انا الكلام المفيد بقى. انت متجوزها من امتى؟ لو حسبنا اكلها ولبسها وشربها طول مده جوازكم هيطلع قد ايه؟ 1000 2000 10000. طلقها يا سيدي وانا جيبي سداد. مش اطلع بره. الله 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 الله، انت بتطردني يا سحتوت؟ واطرد اللي خلفوك كمان. كمان اطلع بره قبل ما انجس ايدي واضربك. تضربني؟ تصل عليك ما تعرفش مين نافع المهلب. اطلع بره. ان ما ربيتك وقدمت فيك شكوى لوزير التربيه والتعليم ما بقاش انا نافع يا شيوعي. بره. بدي الظاهر علينا اتاخرنا.